السلام عليكم. الحلقه ديال اليوم غنهضروا على ايميل جي اس مع الاش تي ام ال ومن بعد ندوزو الايميل جي اس مع الرياكت. اول حاجه كنمشيو للموقع ديال ايميل جي اس، كنصايبوا واحد لاكونت. انا ديجا عندي لاكونت ديال ايميل جي اس، ندير ساين. نتوما اول مره يكون تصايبوا اكونت ديروا ساين اب. كنجي للداشبورد ديال ايميل جي اس، كنصايب واحد النيو سيرفيس، نوض على البوطون نيو سيرفيس. بالنسبه لهاد الحلقه نختار الجيميل، ندير كونيكت اكاونت، من بعد نختار كرييت سيرفيس. فاش انكرييت سيرفيس نمشي للتمبليت ديالي ونعدلو بلاستيك فروم نيم، نردها انا نيم حيت نستعملها في الجافا سكريبت. احسن يكون فاريابل واحد ديال النيم. انا ديجا مصايب واحد الفورم ديال HTML، وبالتاكيد ان اي واحد وصل للمرحله انه يلصق ايميل جي اس في ال HTML يكون عارف يصايب كونتاكت بيج. كنمشي للموقع ديال الايميل جي اس، كنختار انستليشن، ديك الصفحه ديال الانستليشن. غنختار الثالثه اللي كتحط سكريبت ديال الايميل جي اس، سكريبت ديال جافا سكريبت، غنحطها في الهيد ديال ال HTML ديالي. من بعد غنمشي نختار البيبليك كي ديالي، غنمشي للاكونت ونشد البيبليك كي ديالي اللي كيكون هنايا، ندير لي كوبي، ونجي نحطو هنايا، نحطو في السكريبت اللي حطيت في ال HTML. كما كتشوفوا دابا دخلت اللايف سيرفر، هذا هو الفورم اللي صايبت. كونتاكت عاديه فيها يور نيم، يور ايميل، ميساج، الباطن ديال السند. غنصايب واحد الصفحه ديال جافا سكريبت، ملف جديد غنسميه سكريبت دوت جي اس. الفانكشن اللي حاطانا في الباطن اون كليك سميتها ايميل، حيت ديجا انا خدمت هذا الكود. انشد ديك الفانكشن نحطها في سكريبت جي اس، نصايب واحد الفاريبل فيه بزاف ديال الفاريبلز، غنسميه ايميلز، ندير ليت ايميلز، ايميلز بارمز، ندير نيم، ونشدو بجيت element by id، يعني نشد داك الفاريبل بالاي دي ديالو، حيت انا كاتب في النيم، في الانبوت ديال النيم اعطيه واحد الاي دي سميتو نيم. نفس الشيء نديرو الايميل والميساج. من بعد ندير واحد الكونست، واحد جوج فاريبل ديال السيرفيس اي دي والتمبلت اي دي. السيرفيس اي دي كنمشي للسيرفيس ايميل جي اس كنكوبيه، والتمبلت اي دي راه كاين في الايميل تمبلتس، في السيتينغ ديال الايميل تمبلتس. من بعد ندير ايميل جي اس دوت سند واش نصيفط هاد الفاريبلز. ندير سيرفيس اي دي، تمبلت اي دي، ايميل بارمز دوت دين. من بعد نشد هاد الريسبونس، غنخوي دوك
دوك الفاليو ديال النيم والايميل والميسج. غندير كونسول لوغ لواحد الريسبونس. الا هادشي صحيح غندير واحد الاليرت، يعني واحد غيطلع لنا داك التنبيه ان الرساله راه تصيفطت. من بعد نزيد واحد الكاتش، الا كان شي ايرور طرا غنحطو في الكونسول لوغ. كنرجع لل HTML ديالي، كنصايب واحد السكريبت جديده، كنعيط على السكريبت اللي صايبنا. ودابا ندوزو نتيستو هاد الكود في اللايف سيرفر. غنكتب هنا واحد الاسم، هنا نكتب مثلا اسماء gmail.com. غندير الميساج ديالي: هاي حمزه how are you. غندير له send. غيطلع لي داك الاليرت بان الميساج تصيفط. غنمشي للجيميل نتاكد واش الميساج وصلني ولا مازال. ودابا راه لقيت وصلني، ها هو new message from اسماء you got a new message هاي حمزه how are you. وهذه هي الطريقه اللي كتانتيغري الايميل جي اس في ال HTML، يعني سيرفيس فابور بلا ما تخلص على الاشتراك السنوي ديال الايميلز. ودابا ندوزو الايميل جي اس مع الرياكت. اول حاجه كنمشي لجوجل، كنكتب ايميل جي اس رياكت، كندخل اول صفحه، كنكوبي الكود اللي كيطلع لينا هنايا، غنكوبيه. غنمشي نصايب واحد الرياكت بروجيكت جديد، غنصايب واحد الدوسي، غنكتب npx create react app، غنسمي هذا البروجي ايميل. نمشي نصايب واحد الكونتاكت بيج ديال الرياكت. غندير كولي الكود اللي كوبيناه من ايميل جي اس الرياكت، سيرفيس اي دي تمبلت اي دي والبيبليك كي راه عرفنا في كيفاش نجيبوهم من ال HTML الايميل جي اس. غنمشي نكوبيهم، غنحطهم في هذا الفورم اللي كوبينا من عند الايميل جي اس. قبل ما نديرو npm start غنديرو الامبورت للصفحه اللي صايبنا جديده في الاب جي اس. وثاني حاجه خاصنا نديرو npm install save email js browser، حتى هي نحتاجوها. ودابا نتيستو ديك الفورم اللي صايبنا، ندير نيم ايميل الميسج، غنصيفط هاد الرساله نلقى انها وصلت. وبهذا كملنا الحلقه ديال اليوم، كيفاش نصايبو نخدمو بالايميل جي اس في ال HTML وحتى في الرياكت.